الآن لابد من أن نذكر ببعض المشاكل التي يقع فيها العالم الإسلامي كلا ونحن جزء منه، بحديث أو بحديثين، نشوف نحن هل انطبق هذا الحديث علينا أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أظن هذا الحديث لابد قرأته وسمعته إلى آخره. شو رأيك؟ أليس يصدق علينا هذا الحديث بكل فقراته؟ إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من أنواع الربا، واليوم الربا فاشي من الدولة إلى الشعب، صح؟ طيب. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي اشتغلتم الدنيا الزرع والضرع وإلى آخره، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. نحن من إمتى تركنا الجهاد في سبيل الله؟ اليوم؟ من زمان، أليس كذلك؟ طيب. وتركتم الجهاد في سبيل الله، إذا شرطية في اللغة العربية، إذا فعلتم كذا وكذا وكذا، ما هو الجواب؟ سلط الله عليكم ذلا، أي اليهود، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك بارك الله فيك، لهوينا لا تطلب مجاهدة اليهود، وجاهد النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. نحن لازم الآن نتهم أنفسنا. نحن نعتقد أنه نحن ما سلط الله علينا اليهود اللي هن أذل الأمم بنص القرآن الكريم، وإذا نحن صرنا تحت أذل الأمم ترى ربنا ظلمنا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك إذا كان الرسول عليه السلام يقول بلسان عربي مبين: إذا فعلتم كذا وكذا وكذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن نريد أن نرفع هذا الذل الذي ران بنا وحل علينا، فما هو العلاج؟ مذكور في الحديث، الراشية واضحة وبينة، ولكن مثلنا نحن مثل المريض الذي يقف على يدي طبيب نطاسي كبير كما يقولون، ويقدم له راشية واضحة، يأخذها ويحطها على الرف بدل ما يعالج نفسه ويعمل ويطبقها هذه الراشية، وإذا هو يزداد مرضا على مرض حتى يأتيه الهلاك وهو عنده راشية. وهكذا نحن مثلنا اليوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بما جاءنا من الهدى والكتاب المبين المنير قد وصف لنا العلاج، أن هذا الذل إذا وقع فلا يمكن أن يرفع إلا أن ترجعوا إلى دينكم. شو بهمنا نحن اليهود هيك وهيك؟ نحن بنعرف ما وصلوا لاحتلال فلسطين إلا بعد تخطيطات دقيقة ودقيقة جدا. هذا شيء معروف، لكن ما هو الحل عندنا نحن؟ ما الذي يجب علينا نفعل؟ أن نتحرك ونتباكى ونهز الكتاب وأنه بدنا نقاتل ونجاهد، وبعدين ما بيطلع بإيد الجاهد. ليش؟ لا إيمان ولا إعداد. لذلك اترك لغة العواطف، اترك لي يا أستاذ. لغة العواطف لا بتقدم ولا بتأخر أبدا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. أنا هلا تلوت على مسامعك الحديث وآسف جدا جدا أنه أقول لك أنت ما اتفقت معي على الحديث. رجعت مثل ما قال المثل، رجعت حليمة لعادتها قديمة، رجعت للعواطف الجامعة. الرسول وصف لك الداء ووصف لك الدواء. يا رجل خليك أنت مع الدواء، اترك لي اللغة هذه ما بفيدك لا أنت ولا غيرك.
هلا قديش عم تثور انت وقديش يمكن بيثوروا معك ناس مثل لما بيخطب صاحبك الشيخ علي الفقيه، بتلاقي المسجد كله ثار وبعدين رغوة صابون ما صار شيء. شو السبب؟ ما في ايمان، ما في ايمان كذاك الايمان اللي نسبته لعمر الخطاب كايمان العجائز. عمر الخطاب ايمانه كايمان العجائز؟ سامحك الله، هذا هو العلم اللي انتم عم تتلقوه. عمر الخطاب تعرف لما جرح ماسكينه محمول إلى بيته وهو جريح والدماء تسيل منه، يقع بصره على إنسان ثوبه طويل، بيقول له يا غلام أقصر من ثوبك فإنه أتقى وأنقى. هي أولوية، هي هو راح يموت. قل لي لشوف حسب علمك وفقهك، هي أولوية. علم ولا فقه؟ أنا عندي بحسب لك تجارة وبحسب لك. وجهناكم ما قبلتوا، وجهكم نبيكم مالكم رضيانين. أنا بدي وجهكم، أنا شافت ألباني جيت اعتديت على أرضكم هنا، لكن نبيكم عم يقلكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شو بدكم توجيه أكثر من هيك؟ برضه بيطلع رجال العلم ورجال الدين من سيد العلماء رسول الله عم يقلكم إذا سويتوا هيك وهيك وهيك سلط الله عليكم ذلا. هذا وقع. شو العلاج؟ ترجعوا إلى دينكم. ما بترجعوا لدينكم، في ربا، في ربا، في فحش، في فسق، في وجور، في زنا، في بارات، في إلى آخره. بدكم تقاتلوا اليهود؟ أن تقاتلوا اليهود. شو بدك بقى توجيه أكثر من هيك؟ ارجعوا إلى دينكم. إن تنصروا الله ينصركم. الله المستعان، الله المستعان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت بتضم صوتك لصاحب الأساس. حماس غير مدعم بعلم ولا مدعم بعقل ولا مدعم بعمل ولا مؤاخذة، لأنه نفاق لا يجوز في الإسلام. أنت بتقول كل الناس مستعدين، هذول الفساق الفجار هذول يمكن يقفوا حجر عثرة في طريقك. أنت لو كان عندك استعداد فعلا أن تقاتل، مع مين عم نحكي هذيك الساعة وأنت موجود؟ إيمان ما في، استعداد مادي ما في، شو بدك قاتل؟ بنظارتك؟ بسلاحك؟ وينه السلاح؟ وينه الكبير؟ الكبير على رأسك حاكمك، وين الكبير؟ أنت في نفسك الآن أنت وأنت وأنت ولا آخره ماشيين في حدود الشرع. الأمير الكبير ما بيقول لك لا تصلي، ما بيقول لك لا تحافظ على الصلاة في أوقاتها، ما بيقول لك طالع مرتك متبرجة الأوروبيات أو الفرنجيات والى آخره. مع ذلك الشعب كله الآن إلا ما شاء الله وقليل ما هم خارجين عن الشريعة. وين عم تحكوا؟ أنتم عايشين في أحلام. تريدون النصر؟ النصر مشروط. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ما بتنصروا الله، الله ما بينصركم. هذه حقيقة، لكنكم قوم تتجاهلون الحقائق. بتقول أنت هذا وما أدري شو بتقول. الشعب مستعد أنه يفدي روحه وأمواله كلها. كلام فاضي هذا. أنا شعب، أنا بسألك الآن، أكثر الشعب صالح ولا طالح؟ الشعب اللي عم تثني عليه أنت صالح ولا طالح؟ كيف ما بيجاوب؟ صالح ولا طالح؟ فيه. هل كلمة فيه أنا ما بعرفها؟ كلمة فيه أنا ما بعرفها؟ فيه أنا عم أسألك سؤال محدد، أنت وهو إلى آخره، ما في أجوبة. ليش؟ لأنكم ما بدكم تعالجوا أنفسكم بالراشدة النبوية. مكانك راوح، خليك بأرضك على النواة. لو سمحت حط لنا خطوات. كوي الآن عرفت طريق فلزم. المطلوب أن تتعلموا وأن تعملوا. يعني انت هاي سلافتك ولا طويل كثير، يعني أكثر ما أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله أكبر. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا، خلينا نسمع منه. شو الطريق القصير؟ نحن ما عندنا غير الطريق الطويل. أعطونا نشوف الطريق القصير.
وانا راح يا ابو جمعه نقوم انا هاي السواليف كلها مش داخل. نحن الان شو بدنا نسوي ومن اين نبدا؟ الله يهديكم يا جماعه، من اين نبدا؟ من الجهل ولا العلم؟ انا بتقول لا علم طبعا. من الكفر ولا من الايمان؟ بتقول هلا من الايمان وقلتها سابقا. طيب اذا امشوا يا جماعه، علم وايمان، والايمان دائما مقرون بالعمل. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هلا انا بقول لك بكل صراحه، انا انت وهذا قرايبنا العابديني، انا عم انصحكم، انتم ما عم تنصحوني. شايف الفرق؟ انا عم انصحكم، انتم ما عم تنصحوني. عم انصحكم، ما عم تقبلوا نصيحتي، ما عم تنصحوني لا اقبل نصيحتكم. عم تقول هذا درب طويل، وانا والله بشهد وقع لك على بياض، درب طويل، وهذا درب الايمان والاسلام. طيب دلونا على الدرب القصير. ما بتدلونا، شو نسوي بقى معكم؟ والله سلافتكم انا ما ينظر، لانه محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنه من منتهى الجهل الكامل ايوه الى السياده الكامله. ايوه انتم بدكم 23 قرن على طريقكم. احسن وانت منا ولا خارج عنا؟ انا معكم. صلاح الدين انت ذكرت قبل صلاح الدين يعني جاء بمكن التفريغ ولا بعد اكثر من 100 عام، بل بعض الروايات تقول 200 عام حتى وجد صلاح الدين في بيئه اسلاميه. 200 عام والقدس بيت الصليبيين. لا بس انا بدي هالجواب هذا يا جماعه. خلوكم معي، خلي يدلونا على الطريق القصير. الطريق القصير ما هو؟ طريقنا طويل، صحيح مليون مرة. ما هو الطريق القصير اللي بيوصلنا إلى الهدف المنشود ومتفق عليه الجميع أنه منشود؟ ما هو هذا الطريق القصير؟ بدون إيمان مثلي لا، بدون علم مثلي لا. إذا عم اسألك أنت بتقول لا. إذا هذا الطريق الطويل يحتاج إلى إيمان وعمل، فالطريق القصير إلى ماذا يحتاج؟ ما هو؟ يلا يا جماعة قوموا، بيقولوا أنا بالشام طلعت كده. فنحن هي مشكلتنا، عواطف جامحة بتأمي علينا قلوبنا وعقولنا، وبدنا هيك ننتصر على أعدائنا. هيهات ما توعدون. الطريق الطويل طويل لا إشكال ولا بد منه،